النهارده بالليل تشرب شاي او قهوه، وبلاش النهارده تحط الموبايل جنبك وانت نايم. ولو ظابط المنبه نصيحه مني خليه بعيد عنك شويه، وحاول برضو ما تسافرش النهارده ولا بكره، وتعشى بقى ونام بدري، او اقول لك بلاش تتعشى احسن وخش نام على طول. اسمع مني بس، اصل كلها كام ساعه وحياتك كلها هتتغير. التوقيت الصيفي هيتطبق، يعني الساعه 12 هتبقى واحده، وتيجي الساعه 7 بالليل تلاقي الدنيا لسه منوره، وانت جسمك غلبان مش متعود على الحاجات دي ولا فاهم ايه اللي بيحصل له اساسا. فهاتها له واحده واحده. وعلى فكره ده مش كلامي، ده كلام وزاره الصحه. هتقولي طب وايه لازمه التوقيت الصيفي ده من اصله بقى؟ العالم شاف ان هو ليه لازمه علشان نستفيد بنور ربنا اكتر وقت ممكن، فنوفر الكهرباء ونوفر العمله الاجنبيه. ومين بقى صاحب الفكره دي؟ الاستاذ ده، وهو كان عالم امريكي اسمه بنيامين فرانكلين. في يوم صحي بدري عن الميعاد بتاعه، فاكتشف ان الصحيان بدري خلاه ما يستخدمش الشمع علشان ينور بيته. قام كاتب للناس مقاله بيقول لهم فيها انهم لازم يناموا بدري ويصحوا بدري علشان يوفروا ثمن الشمع. بس الحقيقه ما حدش سمع كلامه. جه بعده 2 تانيين وعرضوا نفس الفكره هم كمان، بس برضه ما حدش سمع له لحد ما جت الحرب العالميه الاولى. المانيا اثناء الحرب كانت عايزه انها تقلل من استهلاك المحروقات علشان تحافظ على الاقتصاد بتاعها. قامت مقرره انها تطبق التوقيت الصيفي ده، والكلام ده كان سنه 1916، وبقت المانيا اول بلد في العالم تطبق التوقيت الصيفي. بريطانيا عدوتها في الحرب غارت هي كمان، قالت لك يعني هو المانيا اذكى مني؟ انا كمان هطبق التوقيت الصيفي ده، وطبقته بعد المانيا بشهر، ودول كتيره عملت زيهم بعد كده. بس مصر بقى طبقت التوقيت الصيفي ده بسبب الحرب العالميه الثانيه سنة 1945، والهدف منه كان علشان تحافظ على اقتصادها أثناء الحرب. طب أنا كمواطن إيه علاقتي بكل ده؟ مالكش علاقة، أنت دلوقتي المطلوب منك حاجة واحدة بس، تشوف ساعة موبايلك بتظبط نفسها على التوقيت الصيفي لوحدها ولا لأ، علشان ما تتسوحش اليومين الجايين.